ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي. النهارده معاكم في قناتي على اليوتيوب هنعمل معاكم احلى صينيه بطاطس ارداحي طلبوها حبايبنا مننا بطريقه سهله وبسيطه، ومش هتكلفنا غير 25 جنيه. حاجه كده على قدنا. ماشي، ما ننساش اللايك والشير ونفعل الجرس في قناتي. بحبكم. يلا بينا يا حبايبي ونقول بسم الله ونبتدي في صينيه البطاطس بتاعتنا. اول حاجه معانا نص كيلو من البطاطس مقطعينه شرايح زي ما انتم شايفين. معانا ربع كيلو من الطماطم وبصلايه بالحجم ده كده. معانا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل ومرقه فوريه وتوابل فراخ وبابريكا. مفيش اكتر من كده. يلا بينا ونبتدي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع البصلايه بتاعتنا في الاول. ارمي. هننزل بالتوابل بتاعتنا. البصله بتاعتنا هي خلصناها بالشكل ده كده، دعكناها كويس. شايفين دعكناها بالشكل ده كويس اهو. هناخد منها جزء هنحطه في الطبق بتاعنا، وهنفرد جزء تحت هنحط عليه البطاطس. هنرص بقى البطاطس بتاعتنا بالشكل ده. هنحط بقى البصل الباقي بتاعنا على الوش بالشكل ده كده. هنضرب الطماطم بتاعتنا في الخلاط. الطماطم بتاعتنا بعد ما ضربناها في الخلاط هننزل بيها على البطاطس بتاعتنا. يفضل ما نكترش الملح بالذات الاكل اللي فيه طماطم، عشان لما بيبات او بيقعد شويه بيملح زياده. تمام. هنحطها بقى في الفرن وهنوريها لكم. حطينا في الفرن على درجة حرارة 200. هنشغل تحت الأول لمدة نص ساعة، وبعد كده هنشغل الشواية على طول. هنعمل بقى شوية الرز بتوعنا. احنا هنعمل رزاية حباية وحباية. احنا حطينا شوية رز هنحمرهم بالشكل ده كده. شايفين داخله خلاص اهي على التحمير، خلاص حاجات بسيطة. احنا غاسلين كوباية رز هننزلها عليه. هننزل بقى كده بالرز بتاعنا. نزلنا بكوبايه الرز كده وهنقلب كويس. مش هننزل بحاجه غير الملح بس. هنجيب الميه السخنه بتاعتنا، نغطي الرز بتاعنا بس. هنغطيه ونحطه على نار وسط. غطيناه وسايبينه على نار وسط. هنسيبه لمدة 10 دقايق وهنبص عليه. بعد 10 دقايق اهو هنقلب اهو. الرز الحباية وحباية بياخد سوا اكتر من ابو شعرية. نبص بقى على البطاطس بتاعتنا ونغرف بقى. صينية البطاطس يا حبايبي شايفين طلعت بالشكل ده كده. شايفين احلى صينية بطاطس ارداحي على قد امكانياتنا. والرز اللي احنا عاملينه رزايه رزايه. هندوق بقى معاكم البطاطس والرز، حاجه يعني ما اقولكوش. يعني القصه دي كلها خدت معانا بالظبط نص ساعه. مش عايزه اقول لكم على طعمها تحفه تحفه. ما ننساش اللايك والشير ونفعل الجرس في قناتي. بحبكم في الله.